السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا السلام عليكم يا أهل الجزائر خاصة، ولجميع المسلمين في بلاد العالم. النهاردة الفيديو مفهوش كلام كتير أكثر من إن شمس الدين الجزائري معروف إن هو راجل صوفي ضال مضل. لا، سيبك من الكلام ده. لا، أنا النهاردة هثبت لك إن شمس الدين بيكذب على خصمه. لما؟ عشان ينشر المعتقد الفاسد بس. لا لا لا. اولا خرج شمس الدين الجزائري في حفل فيه جميع الجزائريين وقال ان السلفيين خلاص. ايه بقى منهم السلفيين دولت يا عم شمس الدين؟ قالك الناس دي بتمنع التبرك والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. التبرك ان انا ممكن اجيب الخشبه اللي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم واقعد اتبرك بيها او اتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الراجل مش عاجبه ان احنا بنقول الكلام ده شرك. طب الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز يقول لك يا جماعه تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مش بذاته، يعني بالقبر، بالارض، باي مكان. لذلك احنا بنشوف في المدينه المنوره ممكن واحد يمسك باب المسجد النبوي ويقعد يمسح فيه ويحضن فيه. ليه؟ ما خلاص، لان واحد زي شمس الدين الجزائري اثبت لي ان جائز التبرك باي شيء. المهم الراجل ده قال لك فيا جماعة السلفيين اللي بيقولوا ما ينفعش التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بقبره خلاص، ولا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شابه ذلك، ولكن يجوزون التبرك بشيخ الإسلام ابن تيمية. ده هو قال كده. ايه اللي عمله بقى؟ انا عايزك تشوف هو عمل ايه. اسمع. والتوسل به بدعة والجلوس عنده بدعة، ولكن لما تعلق الأمر بقبر ابن تيمية اقرأوا معي ماذا طبعوا وماذا وزعوا. الكتاب اسمه الرد الوافر، حافظوا علينا من نوركم. الكتاب اسمه الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. الطابع زهير الشاويش، تلميذ الألباني وناصره، المطبعة المكتب الإسلامي. ماذا يقولون عن قبر ابن تيمية؟ اسمعوا. إذا زرت أنت قبر ولي حكموا عليك بالشرك. اسمعوا لما تعلق الأمر بقبر ابن تيمية. أخبرني، هكذا تبدأ القصة، صفحة 135. قال لا، ها هنا: علي بن عبد الكريم ابن الشيخ سراج الدين البغدادي الأصل البطائحي المزي أخبرني بشيء غريب. قال: كنت شابا وكانت لي بنت حصل لها رمد، وكان لنا اعتقاد في ابن تيمية، وكان صاحب والدي ويأتي إلينا ويزور والدي. فقلت في نفسي: لا آخذن من تراب قبر ابن تيمية فلا أكحلها به، فإنه طال رمدها ولم يفيد فيها الكحل. فجئت إلى قبر ابن تيمية، فوجدت بغداديا قد جمع من التراب صررا، فقلت: ما تصنع هذا؟ قال: أخذته لوجع الرمد أكحل به أولادا لي. فقلت: وهل ينفع ذلك؟ فقال: نعم، وذكر أنه جربه، فازددت يقينا فيما كنت قصدته، فأخذت منه أي من تراب ابن تيمية فكحلتها وهي نائمة فبرئت. لما تعلق الأمر بقبر رسول الله وبالبقيع حكموا علينا بالشرك، ولما تعلق الأمر بقبر ابن تيمية قالوا إن تراب قبر ابن تيمية يعالج العيون من الرمد. دلوقتي الراجل خلي بالك ده مذاكر الكتاب بالصفحة والمؤلف وجاب القصة دي اللي انت سمعت فيها ان هم بيتبركوا بابن تيمية. طب انا عايز اسأل، لو ان واحد ما يعرفش المنهج وما تزعلش مني وبيسمع شمس الدين الجزائري ده هيقول ايه؟ هيقول ان فعلا التبرك باي شيء في المدينه المنوره خلاص جائز بقى. تروح البقيع تلم لك شويه رمل وانت ماشي تتبرك بيهم، تشيل لك باب المسجد النبوي ومفيش ادنى مشكله خلاص. واللي يقول لك ده شرك الناس دي بتكذب، واكبر دليل ان واحد من تلاميذ الالباني عمل الكتاب ده. وعايز اقول لك على حاجه، ده جاب لك رقم الصفحه واسم المؤلف، ده ان دل ده لان الراجل ده مذاكر الكتاب كويس. طب انا عايز اقول لك على حاجه، انا لو اثبتت لك ان الراجل ده بيكذب ايه؟ تخيل الكذب عشان انتشار الشرك. طيب انا هثبت لك دلوقتي ان الراجل ده بيكذب، وتعالى. أقول شمس الدين الجزائري: أتيت باسم المؤلف وأتيت برقم الصفحة وتصفحت الكتاب وتكذب ولم تذكر أن صاحب الكتاب قال أن سند هذه القصة مردودة سندا، وهي من رواية القبوريين وأهل الشعوذة. لما الكذب يا شمس الدين؟
قيدوا هذا المهوهو وأقيموا عليه حد الردة. يعني انت يا جزائري، والله انت عار على الجزائريين، يا شمس الدين يا جزائري، سبت ان المحقق قال ان القصة دي مكذوبة واللي رواها ناس يعني اقول لك ضايعين مضروبين بالنار، ليه؟ هنا علامات استفهام. وانا عايز اقول لك انت يا منصف يا اللي عايز الحق، لما تشوف ان شمس الدين عمل كده يبقى الراجل ده عايز ايه؟ يعني انت بتكذب عشان تنشر الشرك، عشان الناس تفعل الشرك ومن الممكن يخرجوا من الملة. طب واحد يقول لك هو انت ليه ماسك؟ يا رجل انا بتكلم ان الرجل بينشر الشرك، عايزني اسكت؟ لو انت مميع دي حاجه راجعه لك، لكن انا بغير على ديني وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو انت عايز تكون خصيمي انت يوم القيامه يا مبتدع مفيش ادنى مشكله، احسن ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصيمي. خلاص. ولذلك لما علمت الان بالتوثيق ان ابن شمس الدين الجزائري يكذب لكي ينشر الشرك، تعالوا بقى للاهم، وده جانب لابد أن نعلمه للإخوة. أظهرت لي كذب شمس الدين الجزائري، عايزين بقى نبعد شوية وعايزين نتعلم ولو معلومة نعرف فيها التبرك الممنوع والتبرك المشروع، لكن بطريقة سهلة جدا، بل بطريقة تخليك تعرف تفرق وتعرف الحق. تعال معايا. قبل ما أبدأ عايز أذكر لك قواعد. القاعدة الأولى أن البركة الذي يعطي البركة هو الله. انتبه، يبقى من الذي يعطي البركة؟ الله عز وجل. ولذلك لا تقول على مخلوق انه اتى بالبركة، ما ينفعش، لان يعني الذي يعطي البركة هو الله عز وجل. فهذه هي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية، من حدد زمان او مكان او ذات انهم فيهم بركة فليأتي بالدليل. واحد يقول لك المكان ده فيه بركة، الجزء ده فيه بركة، الزمن ده فيه بركة، الثياب ده فيه بركة، هات الدليل. ان الاصل المنع. ليه بالاصل المنع؟ لان البركة الزيادة، والزيادة تحتاج لدليل، لان هذه الزيادة تقربك الى الله، فنحتاج الى دليل. عرفت هذه القاعدة الثانية؟ تعال بقى للاهم، ان البركة كما قال ابو منصور في تهذيب اللغة مأخوذة من يتبرك تبركا، اين ماء وزيادة. لذلك عايزين نقسم البركة دي إلى بركة ذاتية متنقلة، وبركة معنوية لازمة. إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهمه، هتفهم دلوقتي. يعني إيه ذاتية متنقلة؟ يعني أضرب لك مثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حي كان الصحابة صلى الله عليه وسلم يتقاتلون على وضوئه، يعني يجي يتوضأ ياخدوا منه الماء ويتبركون به، وبشعر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شخص النبي صلى الله عليه وسلم إذا التصق بثيابه شيء كانوا يأخذون ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون به. ما يتساقط منه من الوضوء أي الماء، ماء الوضوء من النبي صلى الله عليه وسلم، يتقاتلون عليه، وهذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنه يقاس عليه. لما؟ لأن القياس على المخصوص لا يجوز. لما؟ لأنها عبادة، فلا يجوز أن تقيس على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل طب ماذا تقول في ابن حجر؟ وماذا تقول في النووي؟ نقول هذا الكلام باطل، ولكن نحفظ كرامة النووي وابن حجر، خلاص، ولا يقاس أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالى في البركة المعنوية اللازمة. أضرب لك مثال. حينما تقرأ القرآن بخشوع ألا يزداد الإيمان عندك والحسنات؟ نعم، فصار القرآن بركة في زيادة الإيمان، معنوية لازمة لا ينفك عنك. خلاص. لو أن الإنسان صلى في مكة كم الصلاة؟ ب100,000 صلاة. في المسجد النبوي 500,000 صلاة، فصار الصلاة في هذا المكان زاد الأجر، فصار هذا الأمر من الأمر المعنوي، ولكن جاء به الدليل. طيب في رمضان شهر البركة، نعم هذا الزمان أن جاء فيه الدليل بزيادة الحسنات في قيامه وفي صيامه. طب هنا سؤال، إن لم يكن ذاتي أو معنوي فصار تبرك ممنوع. لذلك لو قلت لك مثلا تبرك بهذا الخشب، ما الدليل؟ ما الزيادة؟ ما الأجر؟ ما في. ولذلك الذين يأتون إلى البقيع ويأخذون الرمان كلهم، ما الدليل على هذا؟ لابد أن يأتون بالدليل. والقاعدة الأهم لا استحسان في الدين، ما تجيش تقول لي لا ده عشان كذا وكذا، لا. ولذلك علمت الآن ما الفرق بين التبرك الممنوع والتبرك المشروع. ولذلك عمر قال رضي الله عنه للحجر، الحجر الأسود، أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ده الأصل، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك. طب إيه اللي صنع عمر؟
عمر بين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر فصار اتباع، ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم له أجر، فصار تقبيل الحجر سنة وفيه أجر، ولذلك صار بركة. علمت الفرق؟ ولذلك أقول لك يا شمس الدين يا جزائري، شكرا أن أنت بتخلينا نعلم الناس ونظهر كذبك. وعايز أقول كلمة عشان ما حدش يجي يتكلم ويقعد يتكلم كتير. أنت ليه بتتكلم على فلان وفلان؟ لا، أنا بعلم الناس. وعايز أقول لك حاجة، لما واحد ينشر الشرك وواحد ينشر البدع، خلاص أنا عايز يكون خصيم يوم القيامة. أنا مش عايز الملائكة تاخدني مع الناس اللي بيبعدوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بدلوا بعد. أنا مش عايز، لو الناس دولت عايز أكون خصيمهم، أنا عايز أكون خصيمهم، بس ما أكونش خصيم النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.